تعالي افاجئك واقولك ازاي تعملي فخده ضاني خطيره ما فيهاش ريحه زفاره ابدا، ومستويه وطريه جدا، والعظم بيخرج منها من غير ما تعملي اي مجهود. يعني والله في حلاوه كده خطيره. تعالي اقولك الطريقه. عندي عزومه فجبت فخدتين، كل واحده منهم تقريبا 2 كيلو، صغيره وتستوي معايا على طول. للتتبيله هجهز بصلتين كبار و2 طماطم وملح وفلفل اسود. هنشف اللحمة كويس بمناديل عشان تشرب التتبيلة على طول. هي لما بتجيبيها بيبقى عليها دهون كتير من فوق، انا بخلي الجزار يشيلي تقريبا نصها وبخلي شوية منهم، دي بتسيح مع التسوية وبتخلي طعمها حلو قوي. هاخد مية البصل ومية الطماطم بس، مش هاخد التفل. وعملت في اللحمة فتحات عشان تشرب التتبيلة كويس، وهتبلها بملح وفلفل اسود وبهارات مشاوي لحمة بس مش اكتر من كده. وهعمل لها مساج، المساج بيفك الانسجة وبيخليها تستقبل طعم التتبيلة احسن. كده خلصت التتبيله، هاجي بقى عند الفتحات اللي عملتها في الاول، هحط فيها اعواد روزماري فريش، وكمان هرشق فيها توم. التوم والروزماري هيودوها في حته تانية خالص، بتبقى خطيره. بعد ما خلصنا هنحط عليها شويه زيت وهندعكوا فيها شويه كده، هو بيقفل المسام وبيخلي اللحمه تحتفظ بالعصاره اللي فيها. هقفلها كويس وهدخلها التلاجة 24 ساعه. كده خرجت من التلاجة بعد 24 ساعة. هفتح الفرن على درجة حرارة عالية، وهجيب ورق فويل واحط جواه ورق زبدة عشان لما اجي الف اللحمة فيه ما يلزقش. قبل ما اقفل ورق الزبدة هحط عليها زبدة بلدي من فوق وهدلكها برضو كويس. الزبدة هنا هتخلي طعمها تحفة، هتحبس العصارة جوه اللحمة وهتخلي طعمها غني جدا وهتطريها قوي. معرفتش اصور وانا بقفل، بس قفلتها بورق زبدة كتير ولفتها بورق فويل كتير جدا عشان العصارة اللي جواها ما تنزلش جوه الفرن وتعمل دخان. بعد ما حطيتها في الفرن 3 ساعات على درجة حرارة متوسطة في الرف اللي في النص. بصوا انا مش هتكلم على الحلاوة، هسيبكم انتوا تتفرجوا. اللحمة دايبة جدا والعظم بيخرج منها من غير ما بعمل اي مجهود. هتشرفك في اي عزومة، شكلها حلو وسهلة وبسيطة. عملت جنبها رز بسمتي بالخلطة وزينتها بمكسرات. جت اللحظة الحاسمة، جربوها وقولوا لي رأيكم.